الحلقه ديال اليوم كاينه مجموعه ديال القضايا كتعرفوا كيخدم الانسان واحد عدد ديال السنوات. انا مثلا 26 سنه في جهاز الدرك الملكي العتيد، ضروري كيدوزو قدامك قضايا اللي كتبقى راسخه في الدماغ ديالك ما كتبغيش تنسى، اما البشاعه ديالها، اما لانعدام الانسانيه فيها، لانعدام الاخلاق، لكونها صادمه بالنسبه للمجتمع. يعني كتكون فيها بعض النقاط اللي كتخلي ديك القضيه كتبقى استثنائيه. اليوم غادي نعاود لكم واحد القضيه صادفتني في المسار المهني ديالي، وانا الذي كنت مكلفا بالبحث فيها، انا اللي كنت مكلف بالبحث فيها، وبقات راسخه في الذهن ديالي. والاشاره كنت صرتها في واحد الموقع اللي كنت دزت فيه شحال هادي، وقررت باش نعاود نسردها في القناه باش تبقى موثقه ويشوفوها حتى الاخوان والاخوات اللي يلاه التحقوا، اللي يلاه بداو كيتابعوني. من واحد النهار كتعرفوا الجدرمي كنقول لكم ديما فاش يكون بيرمانونس الدور ديالو شنو هو؟ كاين مجموعه ديال المهام اللي عنده، من بين المهام اللي عنده تلقي ديال الشكايات، استقبال ديال المواطنين. اي واحد كيجي للبريغاد الجدرمي اللي بيرمانونس هو اللي كيستقبله، هو اللي كيسولو شنو عنده، وإلا كانت شي شكايه اللي ما كتستلزمش الانتقال هو اللي كيديرها واللي كيسجلها. وكنت انا بيرمانونس حتى جات واحد الفتاه في المقتبل ديال العمر ديالها، تكون عندها 22 23 حتى 24 سنه. جات كانت جالسه، دوزت من دوك الناس كاملين، كل واحد شديت ليه الشكايه ديالو، كل واحد هذا الشهود ديالو، كاين اللي جايب الشهود، كاين اللي ما عندوش الشهود. المهم درت دوك الاجراءات، توصلت على النوبه، قلت لها اختي زيدي تفضلي. جلست في الكرسي، قلت لها شنو عندك اش حب الخاطر؟ قالت لي بغيت نسجل شكايه. قلت لها بمن بغيتي تسجلي شكايه؟ اش عندك؟ اش من الموضوع؟ بدات كتبكي وفاجاتني. قلت لها اختي مالك كتبكي؟ ما بغاتش تحبس من البكاء. المهم حاولت معها، سكتات، استرجعات الانفاس ديالها وبدات كتحكي لي. قالت لك اودي بانني جيت نسجل شكايه ضد اعز الناس عندي اللي هو الاب. كتعرفوا الابوين، الاب والام هما اعز شيء عند الانسان، وباش يجي الانسان يدعي واحد من هادو يعني شي حاجه اللي مستساغه، وماشي شي حاجه اللي عاديه في المجتمع ديالنا وفي التقاليد ديالنا وفي الدين ديالنا، يعني شي حاجه اللي خارجه عن العاده. انا في الاول صحابني راه ضربها ولا هادي ولا هادي، قلت لك لا، بعيدا على هاد المسائل. عاد شديت عندها التعريف ديالها، تحققت من السن ديالها، سولتها على الحاله العائليه ديالها، قلت لك بانها متزوجه. الموضوع ديال الشكايه اللي بغيتي تشكي بالاب ديالك شنو؟ قلت لك اودي الاب ديالي كيتحرش بيا. قلت لك كيفاش كيتحرش بيك؟ تصدمت انا ملي سمعت هاد الهضره هادي. قلت لك كيفاش كيتحرش بيك؟ قلت لك راه كيجي عندي للدار، انا مزوجه. قالت لك تيغتنم الفرصه ديال الغياب ديال الزوج ديالي، كيكون راجلها على برا مشى يخدم. قالت لك ديك الساعه فاش كيجي عندي؟ قلت لك كيجي عندي بوحدو. قلت لكم مؤخرا قالت لك كانت صدرات منه مجموعه ديال الحوايج اللي خلاتني نشك في السلوك ديالو. قلت لك ولكن في النهار الاخر قلت لك لقاني حليت، قلت لك ودخلت كنقضي شي اغراض في بيت النعاس ديالها، قالت لك وتبعني لبيت النعاس. قلت لك راجلي ما كاينش غير انا وياه في الدار. قلت لك وجلس حدايا. قلت لك شدني عنقني، قلت لك ويبوسني. قلت لي هذه المسائل كلها عاديه، المسائل كلها عاديه، اي واحد راه كيعنق بنته كيبوسها كيما بغات تكبر. الدراري قد ما بغاو يكبروا تيبقاو صغار ديما في النظر ديال الوالدين ديالهم، وراه ماشي شي حاجه اللي خارجه على المألوف هادشي. قلت لي لا مازال. قلت لي راه قال لي بعظمه لسانه بانه راه بغى باش يمارس معايا. تصدمت. انا تربيت في واحد القريه اللي صغيره، واحد القريه اللي محافظه، واحد القريه اللي ما كنسمعوش فيها بحال هذا السلوك هذا. وهذا السلوك بالنسبه للمجتمع ديالنا صادم ومنبوذ اجتماعيا ودينيا، يعني ماشي شي حاجه اللي مألوفه عند الدماغ ديالنا وشي حاجه اللي مولفين كنسمعوها. هنا طبيعه الحال خصني نتاكد ونعاود نسولها وندقق معها في الاسئله. قلت له ودي راه قال لي مباشره راه بغى يمارس. قلت له واش متيقنه من هذه المسائل هذه اللي كتقولي؟ راه اب ديالك هذاك. قلت لي انا عارفه. قلت لي انا راه ما جيت تتسدوا عليا البيبان، ما عرفت ما ندير.
داخت بيا الدنيا. قلت لك واش نقولها لراجلي؟ قلت لك غادي نتسبب في شي كارثه. قلت لك حاولت باش نقول ليه، قلت لي هذا السلوك راه تكرر وعاود تكرر وعاود تكرر. وقلت ليه با مع الشيطان، هادشي اللي كدير راه ماشي هو هذاك. والابنه ديالو راه من المحارم، تعد من المحارم. يعني الانسان كيضرب بعرض الحائط التعاليم الدينيه ديالنا والتعاليم ديال التقاليد ديالنا، تيضرب التربيه ديالنا، كيضرب كل شيء بعرض الحائط. وهنا قلت له ودي راه اتهام خطير هذا، واش عندك شي اثبات؟ قلت له ودي راه ما عندي لا اثبات لا والو، هادشي اللي كاين. هنا علمت قائد المركز، استقبلها قائد المركز، عاود سولها، اكدت ليه نفس الهضره، واكدت بانها بغات تسجل شكايه في الموضوع وبغات تتابع الاب ديالها امام العداله من اجل التحرش الجنسي على احد المحارم. يعني شي حاجه اللي ما تيقبلها. انا ذاك النهار انا راه تنسمع داك الشيء وراسي ضرني، شعري وقف، ما بقيتش عارف واش هادشي اللي كتقول راه معقول ولا راه بغات دير الاب ديالها شي حيله باش تطيحو انتقاما من شي حاجه. سولتها قلت لها واش الام ديالك علمتيها بهذا الشيء؟ قلت لك ودي ما علمتش الام ديالي، ما بغيتش نخلق المشاكل. والام ديالي واخا نقول لها ما غاديش تيقني. يعني هنا امام واحد القضيه اللي هي صعيب باش تلقى فيها الاثبات. اثبات صعيب، ما عندهاش شي صور، ما عندهاش شي مكالمه، ما عندها حتى شي حاجه، ما عندهاش شي حاجه، شي وسيله ماديه باش تثبت الصحه ديال الاقوال ديالها. ولكن رغم ذلك غادي نشدوا ليها الشكايه ديالها وغادي نستمع لها بواحد التصريح اللي هو مفصل، وغتعطيني داك الشيء بالتدقيق امتى بدا الاب ديالها كيتحرش بها واخر مره اشنو وقع. عطاتني ديك المسائل، دونت داك الشيء ودرت في واحد التصريح ودرت واحد المحضر، فتحت بحث، وكان معايا واحد من خيره الضباط ديال الشرطه القضائيه السي عبد الاله العايدي اللي كنحييه بحراره لانه استاذي اللي تا هو من الناس اللي لقنوني المبادئ الاولى ديال الشرطه القضائيه، وكان مثال يقتدى به في الابحاث. كان جد ذكي وكان معروف بالمهنيه ديالو، معروف بالكفاءه وبالحنكه ديالو. يعني استفدنا منه، استفدنا من التجربه ديالو، وكان لي الشرف ديال المجاوره ديالو. المهم شديت ديك الشكايه، درنا الاتصال بالنيابه العامه، علمناهم، قال لك غادي تفتحوا بحث، بعد ما استمعتوا ليها غادي تمشيو تجيبوا الاب ديالها باش تستمعوا ليه. خلينا هنا، قالت لك واش تمشي، قلت لنا ليه واش تمشي ترجعي لدارك ولا لا؟ قلت لك ودي انا غادي نجلس هنا حتى نشوف هذه القضيه فين غادي تخرج. انا كنت مداوم للقائد المركز، صافت واحد الدوريه فيها واحد جوج دراكيين، مشاو قلبوا عليه في المكان، في البلاصه فين تيخدم، لقاوه، عيطوا عليه، امتثل، قالوا لي غادي تمشي معنا للمركز لضروره البحث. قال لهم مرحبا، بدا الموافقه ديالو وما بدا حتى شي تعرض على ديك القضيه، وعطاهم البطاقه المهنيه ديال الاوراق الثبوتيه ديالو، لا كارت ناسيونال ديالو. بعد ما تاكدوا من الهويه ديالو جابوه الله بريغاد. اللي جابوه الله بريغاد استمعنا ليه، ملي استمعنا ليه اثناء اخذ التصريحات ديالو بقى كيشد في شعره، وك عباد الله اش هاد الباطل بغات تطيح عليا هاد البنت. ناري امي انت بغات تشوهني قدام القبيله، بغات تشوهني قدام الناس ديال الدوار، انا ما بقى عندي فين نرجع، وانا هادشي جاني من بنتي من اقرب الناس ليا. يعني انا تلفت، ما بقيتش عارف شكون اللي كيقول الصح وشكون اللي كيقول الكذوب. كيطير للسما وينزل داك السيد وبقى تيبكي. قلت انا هادشي راه حشومه. رجعت عند ديك السيده قلت لها شوفي، علاش الشيطان اختي عندك تكوني كتكذبي ولا درتي هاد الفيلم هذا بغيتي تنتقمي من الاب ديالك؟ قلت ودي ما عنديش علاش ننتقم من الاب ديالي، راه قلتها لك في التصريح ديالي، الاب ديالي ما عنده حتى مشكل وما عندي معاه حتى شي نزاع باش نحاول ننتقم منه. الام ديالي راه عايشه معاه وراه ما فراسها حتى حاجه من هادشي. كتسمع البنت كتقول هذه كتقول المعقول، كتسمع الاب كتقول هذا كيقول المعقول. صافي ما بقيناش عرفنا شكون اللي كيكذب من اللي كيقول الصح. استمعنا للاب، التصريحات ديال الاب اش كيقول فيها. قلت لك بان بالفعل انا تنمشي عند بنتي ولكن ما عمري تحرشت ببنتي، وهذا الشيء راه ما كيقبلوش العقل. وقلت لك بان المره الاخيره اللي كتهضر عليها اللي هو هذا الصباح هذا، قلت لك فعلا مشيت عندها، قلت لك ولكن ما مشيتش عندها بوحدي، قلت لك مشيت عندها انا وواحد الدري ولدي، هذاك ولدو تكون عنده تقريبا واحد 13 سنه. قلت لك مشيت انا وياه
قال لك دخلنا عندها، قال لك جلسنا، قال لك عمرنا اتاي، شربنا اتاي، قال لك ملي بغينا نخرجوا جبدات واحد 5 دراهم عطاتها لخوها الصغير، قال لك وخرجت انا وخوها الصغير في وقت واحد. هنا تخلطات عندنا الاوراق، وتذكر واحد الطفل اللي خصنا نستمعوا ليه. هذاك الطفل نشوفوا واش غادي ياكد الاقوال ديال باه ولا غادي ينفيها، باش نشوفوا شكون اللي غادي يكذب. هي كتقول والاب ديالها كيقول العكس ديال الهضره ديالها. لذلك انتقلت واحد الدوريه، قلبوا على ذاك الوليد في دارهم لقاوه، وقالوا للام ديالو باش تجيبو وتجي الله بريكاد. قلت لهم انا جايباه دابا. جابتو الام ديالو، التحقت بلا بريكاد. بعد ما علمنا هذا الموضوع ديال الشكايه، بقات كتنتف في راسها وتندب وتغوت واك ولينا ضحكه ولينا هادي، وبقات كتغوت على بنتها اش هادشي بغيتي ديري لينا، اش هادشي هادي، اش هادشي اش هادي، وتغوت وتصدع. قلبات علينا الدنيا. ما قلنا لها شريفه راه دابا حنا غادي نقلبوا غادي نبحثوا قدر المستطاع، قدر المتاح لنا قانونا، باش نشوفوا شكون اللي كيكذب، واش هي ولا هو. دابا جبناك انت غير باش تحضري مع ولدك، لحقاش ولدك راه قاصر مازال ما وصلش 18 سنه، ما يمكنش نستمعوا ليه بوحدو. ملي تهدنات دخلنا على المكتب واستمعنا للابن ديالها بخصوص هذاك الشيء اللي قال الاب ديالو. الابن حتى هو اكد نفس الاقوال ديال الاب ديالو. قال لك ودي راه انا مشيت مع الاب ديالي هذا الصباح عند اختي للدار ديالها، قال لك دقينا الباب ولقيناها بوحدها، حلت لنا الباب، قال لك جلسنا عندها شي شويه، قال لك عمرت لنا اتاي، قال لك تبادلنا اطراف الحديث، هضرنا بعضياتنا، قال لك من بعد نطانا وبا، قال لك خرجنا في خطره، قال لك فاش كنت خارج عطاتني اختي 5 دراهم، قال لك خرجنا ومشينا. واش باك دار واش هادي؟ قال لك انا با ما درت حتى شي حاجه وما تفارقتش معاه في شي لحظه. ملي كنا عند اختي ما تفارقتش انا وياه، جلسنا انا وياه فوق سداري واحد، دري صغير كيهضر بواحد الثقه عاليه، وسولناه على التفاصيل والجزئيات وجاوبنا عليها، وكانت الاقوال ديالو مطابقه للاقوال ديال الاب ديالو. وفي هذه الحاله كيبان بان هذيك البنت راه كتكذب. عاودنا دخلنا عندها، معليش الشيطان راه خوك قال واش قال واش قال واش قال واش قال واش قال، وجهناها بالاقوال ديال الاخ ديالها والاقوال ديال الاب ديالها، وقلنا لها تراجعي الا كنتي كتكذبي هذا الشيء راه ما موصي عليه لا الله لا العبد، باش تهمي بهذه الجريمه، تهمي باك راه غادي تمثلي الشرف ديالو وتمثلي سمعته وتمثلي. حنا كنقول لك معليش الشيطان الا كان هذا الشيء كذوب، اما الا كان معقول حاجه اخرى. هذيك كتحلف وتبكي، وكانت في واحد الحاله هستيريه، قلت قسما بالله ما نقدر نرمي الباطل على با الا هذا الشيء اللي وقع، وهذا الفعل هذا راه تكرر وتكرر وتكرر. قلت راه حتى عييت راه باش جيت نشكي، لقاش هذا الشيء جيت للمخزن باش يدير لي حد للتصرفات ديالو، لقاش الا قلت للزوج ديالي راه غادي يقتلو ولا غادي يطيح شي روح ونكون انا هو السبب. كنت تفاديت هذه المسائل هذه. قلت الام ديالي كما قلت لكم راه الا قلت لها ما غاديش تقبل هذا الهضره، تقول لي انت كتكذبي، انت مسطيه، انت حمقى، انت داداد، انت داداد، عندك شي حاجه بغيتي توصلي شي حاجه، عندك شي مخطط، عندك قال هادشي اللي غتقول لي. هنا حرنا شكون اللي كيكذب، شكون اللي كتدخل عندها تبقى تبكي. هذاك هو ولدو تي الاقوال ديالهم بحال تيأكد الاقوال ديال باه. انا كما قلت لكم باقينا عرفنا شكون اللي كيكذب، ولات عندنا شكوك بان ديك البنت هي اللي كتكذب. هنا ملي توضعت امام هذا الموقف اللي ما عرفتش الطريق اللي ناخذ فيه، وما عنديش شي وسيله اثبات باش غادي نقدر نعرف الحقيقه، كيبقى الاجتهاد ديال ضابط شرطه قضائيه. هنا قلتها للمدير ديال البحث السي عبد الاله العايدي، دخلت لعنده وقلت له انا راه حات في هذه القضيه هذه. قال لي عاود لي التفاصيل ديال التصريحات ديالهم، كل واحد اش قال في الاقوال ديالو، عاودتهم ليه بالتفصيل وبالجزئيات، وقريت عليه داك الشيء اش كاين، اش قال هذا اش كاين هذا. هو كيتصنت ليا بامعان. مجرد ما ساليت بدا كيخمم، خدا واحد اللحظه ديال السكوت، بقى تيخمم. قال لي عرفتي اش غادي دير؟ قال لي جيب داك الدري هو ومو جيبهم لهنا لهذا البيرو، وهذاك الاب ديه لذاك البيرو الاخر. قلت ليه مرحبا، ناض معايا باش يازرني في هذا البحث، لانني وصلت للطريق المسدود، ما بقيتش شاتب عندي، وكنت ديك الساعه ما كانتش عندي التجربه الكافيه باش غادي نقدر نفك هذا اللغز هذا.
دار على الاب قال لي شوف الاقوال ديالك اش قلتي قال لي هو قال لي ما زدنا حتى شي حاجه على الاقوال ديالك. قال لي هو قال لي باقا حاجه واحده غادي نسولك عليها، انت قلتي بان بنتك عطات لولدك 5 دراهم. قال لي هو قال لي مرحبا هاد 5 دراهم شتيها؟ قال لي شتها. كي داير هاد 5 دراهم؟ واش 5 دراهم هذيك الكبيره البيضاء ولا ديك 5 دراهم اللي وسط منها الصفوريه ولا 5 دراهم مصرفه؟ قال لي لا ديك 5 دراهم الكبيره. مرحبا. مشينا عند الدري كان هو امو في المكتب ديال نائب قائد المركز اللي هو السي العيدي. هو يسول هذاك الوليد الصغير قال لي جلس وليدي، بقى تيداعبو تيهضر معاه تكسب الثقه ديالو. قال لي شوف ولدي انا غادي نسولك جاوبني بصراحه، قلتي لي اختك ملي مشيتو عندها عطاتك 5 دراهم قبل ما تخرج انت وباك؟ قال لي واه عطاتها ليا. قال لي كي داير هاد 5 دراهم؟ واش ديك 5 دراهم الكبيره ولا 5 دراهم هادي؟ وجبد ليه دوك 5 درهمات ولا مصرفه هكا دراهم؟ قال لي لا مصرفه هكا دراهم. هنا ولا التناقض ولا الخلاف اللي هو عند الاب والابن، كاين اختلاف في خصوص هاد 5 دراهم واش مصرفه ولا مجموعه. الاب تيقول لك مجموعه، هذاك الوليد الصغير تيقول لك دراهم مصرفه. يعني هنا بدينا كنلقاو تناقضات في التصريحات ديالو. وهنا اول واحد غادي نحاولوا نعاودوا نستمعوا ليه بناء على النتيجه ديال هذه العمليه اللي دارت هو الابن. الابن جلسوا السي العيدي وبدا كيسولو والام ديالو حداه. الله يرضي عليك ولدي باك راه قال وهادي قال، يعني راه كتكذبوا. دابا الله يرضي عليك غادي تقول لي الصراحه شكون اللي كيكذب، واش انت ولا هادي؟ عندك دير راسك، هادي دير المشاكل لراسك وغادي تولي تمشي للمحكمه وتولي ما خصكش تكذب، وراه ربي ما غاديش يبغي باش تكذب، خصك تقول لنا الصراحه هذيك راه اختك وهذاك راه باك. وبقى تيبكي الدري، بقى تيبكي خلال ذاك النقاش خلال دوك الرسائل اللي كانت توجه ليه السي العيدي. بدا كيبكي قال لي هضر معايا ولدي الله يرضي عليك. قال لي شوف انا راه غير با اللي قال لي اش نقول، هو اللي قراني هذا الشيء، انا راه ما في راسي حتى شي حاجه وما كنتش معاه وما مشيتش معاه. قال لي الشيخ العيدي استمع لي، دونت وضمنت في المحضر ديك العمليه اللي درنا، وبناء على النتيجه ديالها اللي بانت فيها التناقضات عاودنا استمعنا لذاك الوليد. وفي التصريح ديالو كيقول لك بان انا راه ما مشيتش اليوم مع با وما كنتش معاه وما كاين حتى شي حاجه. انا داك الشيء اللي قلت لكم با اللي قراه ليا هذا الصباح، قال لي قولوا قبل ما يمشي للخدمه. جا عندي للدار وشدني ودور معايا وشرى لي شي حلوه وقال لي هاش تقول هاش تقول، وبقى تيعاود ليا ويعاود ليا وقال لي والله قول لي اش غادي تقول حتى عرفني بانني راه حفظت داك الشيء اللي غادي يقول. قال لهم مشى في حالته، قال لهم انا ما حضرت ما حتى حاجه. هنا هذا الوليد كيكشف الحقيقه، لان هذيك السيده راه قالت للاب ديالها قبل ما يخرج، قالت له والله حتى نمشي ندعيك على هذا الشيء اللي ما بغيتيش تحبس منه. وهو ناض خطط قبل منها، مشى قرر الدري ودار الخطه الشيطانيه ديالو ودخل حتى ولده في هذه القضيه هذه اللي تشمئز لها القلوب. حقاش قضيه كتهم الاخلاق او كتقيس التقاليد ديالنا، كتقيس الدين ديالنا. هذا الفعل هذا بحال هذا الفعل منبوذ عندنا في المجتمع ديالنا، غير مقبول بحال هذا. لقاش الاب هو اللي معهود ليه الحمايه والحفاظ على الشرف والكرامه والسمعه ديال الوليدات، فاذا به احنا كنطيحوا في واحد الحاله اللي هي كتبقى حاله خاصه لا يمكن القياس عليها. كاين حالات اللي كيكونوا قلال في المجتمع للاسف بحال هكا، ولكن قلال وللاسف تنتمنى باش ما يبقاوش بحال هذه المسائل ديالنا. لحقاش حنا كبرنا في عائلات محافظه والدين ديالنا هو الدين ديال الاسلام، وكاين مجموعه ديال الاشخاص اللي كيصنفوا الدين ديالنا بين المحارم. لا يحق لنا باش تكون بيناتنا شي ممارسه جنسيه لانهم من المحارم. هذا هو الدين ديالنا، ولكن هذا السيد ضرب بعرض الحائط كلشي. نرجعوا للقصه ديالنا. امام هذا الاعتراف والتراجع عن الاقوال الاوليه ديال ذاك الوليد، وثقنا ليه هذه المسائل في واحد المحضر وعاودنا سولنا هذاك وجهناه بالحقيقه ديال هذا الدري هذا. كنحاول باش غادي ينكر، وحاول
بانه راه ما قالش الدري نكر بان راه قلت الدري ما درت ما شفت ما فعلت. قلنا له الدري هو علاش غادي يكذب؟ انت كتقول 5 دراهم مجموعه، هو تيقول 5 دراهم مصرفه، وقلنا لك واش شفتيها؟ قلتي لنا قلنا شفناها. والدري ملي بان الكذوب وبعفه ديال 5 دراهم هو راه اعترف بالحقيقه. تحاصر مجموعه ديال الاسئله، ولدو قال ليه بابا انا ما تقول ليش هذا الشيء، وانا علاش قلتي لي؟ انا بغيتي تصيفطني للحبس، انا بغيتي دير لي، بغيتي هذه. بقى الدري تيغوت تما، تعرف وجه الدري واخا رغم انه مازال صغير السن ومازال طفل، ولكن رغم ذلك تعرف وجهه بواحد الكيفيه اللي هي صافي ما بقاش تيعرف ذاك الوليد اش كيقول. فين كنشوفوا في ديك رده الفعل ديال الابن ديالو. قال له ماشي حشومه عليك تدخل ولدك في هذا الشيء، دابا قلنا الحقيقه، كلشي تعرف، قلنا الحقيقه واعترف. بعد المحاصره ديالو مجموعه ديال الاسئله، بعد المواجهه ديالو بهذه الحقيقه اللي كشف عليها الابن الصغير ديالو، لم يجد بدا من الاعتراف، واعترف بالفعل بانه راه قام بالتحرش بالابنه ديالو في عده مرات. واخر مره راه قالها لها مباشره، وقالها لها في رساله واضحه، قال لها بغيت نمارس معك. قال لك ودي راه طارت في وجهي وقالت لي والله هزت كتلبس جلابتها، قالت لي والله تنمشي ندعيك. قال لك ديك الساعه مشيت كنقلب انا على شي طريقه باش نحمي نفسي. قال لكم مشيت ما لقيتش الا ولدي، قلت قريتو هاد الشهاده باش غادي يقولها باش نتفك من المساءله القضائيه، وتولي الاقوال ديالها ما عندهاش اثبات، وتولي هي اللي متهمه بالاتهام بالباطل، يعني بغير ردها هي اللي ظالمه ماشي هو. بعد ما اعترف ودونا التصريحات ديالو، الاعتراف ديالو في المحضر، درنا الاتصال بالنيابه العامه وتعطتنا التعليمات بالوضع ديالو تحت التدابير ديال الحراسه النظريه. بعد ما شدينا تعليمات من النيابه العامه، تفتش واحد التفتيش امني دقيق ودار في غرفه الامن، وبعد ما وجدات المسطره ديالو تقدم امام انظار السيد الوكيل العام، اللي بعد امام النيابه العامه وبعد الاستنطاق ديالو اعترف جمله وتفصيله بدوك الاتهامات اللي وجهت ليه بنته. هنا دار ليه الايداع في السجن، وكان راجل الملف ديالو بعد ما دوز مراحل ديال التحقيق، راجل الملف ديالو في عده جلسات، وكان صدر في حقه واحد الحكم نهائي حائز لقوه الشيء المقضي به. الا ما خانتنيش الذاكره تقريبا شي 4 سنوات سجنا نافذه. لحقاش كتعرفوا هذه الجريمه ديال زنا المحارم متشدد فيها القانون. علاش؟ لحقاش هذه الجريمه صادمه بالنسبه للمجتمع ومنبوذه ومرفوضه جمله وتفصيله دينيا واخلاقيا. لحقاش كما قلت لكم الاخلاق والدين ديالنا ضد هذه المسائل هذه. انتم كتشوفوا بان راه كاينه وحوش بشريه، كاينين الناس متجردين من الانسانيه ديالهم، كاينين اناس نماذج اللي متجردين من الابوه ديالهم. يعني الله يهدي ما خلق. للاسف هذه حوادث رغم انها قليله ولكن كتبقى سلوكيات كاينه في المجتمع ديالنا، وخص الانسان باش يحيد عليها اللثام ويتناقش ويتعرف شنو هي الاسباب ديالها، ويحاول الانسان. لحقاش هذه الجريمه هذه كتبقى في المجتمع ديالنا كطابو ما كيقد حتى شي واحد يهضر عليه. وكتعرفوا العواقب ديال هذه الجريمه خصوصا بالنسبه للضحيه، راه يقدر يؤدي بها الانتحار، التفكير في الانتحار. مثلا بحال هذه الحاله هذه اللي الاب ديالها تيتحرش بها وبغى يمارس معها، يمكن هذا السلوك يدعيها يخلي لها اثار نفسيه سلبيه، ويخلي عليها امراض وعقد، يسبب لها في عقد، ويمكن تمشي حتى لحد التفكير في الانتحار كما قلت لكم. كما ان هذه الجرائم بحال هذا الصنف ديال الجرائم كتدي للتفكيك الاسري، كتشتت الاسره. بحال هذه القضيه هذه مجرد ما تعرفات الحقيقه، الزوجه ديال هذه السيده هذا طلبات الطلاق منه، يعني تشتتات ديك العائله. لحسن الحظ ان الزوج ديال هذه الضحيه احتضن الزوجه ديالو ازرها في المحنه ديالها وشجعها، وحتى انا كنحييها بحراره. لحقاش الانسان ما خصوش يسكت على بحال هاد النماذج، ما خصوش يسكت على بحال هاد السلوكيات. وكما شفتوا خير دليل على ذلك هذه الحاله، راه مارس عليها هذا السلوك هذا، صدر من الاب ديالها. المره الاولى حاولت تنهي، ما كاينش، الثانيه الثالثه بقى متمادي حتى قالها لها مباشره. كل نهار الاول هذه المسائل تكشف، اما يتبع الانسان الطريق ديال القضاء، ولا يكشف هذا الشيء للعائله باش يتوضع به حد
يعني ما خصش الانسان يبقى ساكت على هذه المسائل، لحقاش النتائج ديالو على الاسره وعلى الضحيه جد وخيمه. نتمنى بحال هاد النماذج هادو باش يوعاو ويبعدوا على هاد السلوكيات ديالهم، وخصهم يعرفوا الخطوره ديال هاد السلوكيات. اعتذر الا كنت درت هاد القضيه هادي اللي شي شويه ما فيهاش مخالفه ومنبوذه بالنسبه للمجتمع ديالنا، ولكن رغم ذلك قررت باش غادي نطرق لها ونتشاركها معكم باش تخرج لنا عبر، باش يتناقش هذا الموضوع هذا، باش هذا الطابو هذا الا كان شي نماذج اللي كينتميو لهذه الفئه هذه يصحوا الافكار ديالهم ويعرفوا بان العقوبه في الزينه ديال المحارم ولا التحرش على احد المحارم بان العقوبه ديالها راه القانون المغربي يشدد العقوبه ديالها. يعرف الانسان فين تيحط رجليه، والانسان الاب نهار كيتجرد من الابوه ديالو بحال هاد السيد هذا حاشا يكون باش يكون بشر، حاشا باش يكون هذا وحش ادمي، هذا وحش ادمي متجرد من التعاليم الدينيه، متجرد من الانسانيه ديالو باش الانسان يتطاول على الابنه ديالو، شيء غير مقبول وشيء لا يقبله العقل. راه كما قلت لكم بقى الشعر ديالي واقف كنقول لها ليش كتقول هذه، باش ما عمر دازت قدامي ولا سمعت شي قضيه بهذا الشكل هذا، شي حاجه اللي ما كيقبلهاش الدماغ، شي حاجه اللي كتجينا من الخيال. حتى ديك البنت الله يسمح لنا كنا كنشككوا في الصحه ديال الاقوال ديالها، ولكن رغم ذلك كما قلت لكم ضابط شرطه قضائيه ما كيكذب ما كيتيق، ما خصوش يتيق وما خصوش يكذب، خصو يقلب على الحقيقه وما خصوش ينساق وما خصوش تديه العواطف ديالو لشي حاجه، خص ديما يلتزم الحياد. لحقاش المره اللي غادي الا مشيتي تفقد ذاك الحياد وتمشي تنحاز مع شي تديك العاطفه مع شي طرف، غادي هذاك البحث ما غاديش تنجح فيه وغادي تطغى عليه العاطفه وغادي تمشي فين داتك العاطفه. ولكن هنا رغم ان هذيك السيده بطبيعه الحال تعرفنا معها واستنكرنا هذا الفعل، ولكن ملي جا داك الاب ديالها وجاب ولده وجاب هذه عاوتاني تخلطات عندنا الاوراق ما بقيناش عرفنا شكون اللي كيكذب. الله يهدي ما خلق